شوف يا سيدي، بالنسبة لكعك العيد أو كحك العيد، طبعا في اللغة العربية الكعك معناه الخبز اليابس، في إشارة طبعا لأكلة الكحك اللي كلنا بناكلها، اللي مكونة من السكر والسمن والدقيق. وعايزين نقول إن عادة أكل الكحك وارتباطه بالعيد دي موجودة في مصر من أيام الإخشيديين. الحقيقة في العصر الإخشيدي اخترعت فكرة الكحك دي، حتى يقال ان احد الوزراء ابتكر ان يتعمل الكعك ده وكان بيحط جوه الكعك ده دنانير من الذهب، بحيث ان انت تفتح الكحكايه من دول تلاقي دينار كده تروق نفسك بيه في العيد. الفاطميين بقى لما جم بما عرف عنهم من بذخ وطرف توسعوا في الحكايه جامد، عجبتهم قوي حكايه الكحك دي، قاموا بنوا مؤسسه كبيره جدا، دار كبيره جدا اسمها دار الفطره، مسؤوله عن انتاج الكحك، لان كانوا بيقولوا ان الكحك ده مسؤوليه الدوله تديهولك وتعملهولك من اول رجب، تبدا عمايل الكحك بقى في دار الفطره لغايه نهايه رمضان. شوف كم الكعك اللي هيطلع بقى في العيد بعد ما اشتغلوا فيه ال3 شهور دول. طبعا كان يتمد بقى صمات الخليفة في أول أيام العيد ويتحط عليه الكحك من بعد أذان الفجر، يهجم المصريين شعب مصر كلهم يخشوا على المائدة، اللي يكبش ياخد لنفسه والأهل بيته، واللي يفيض عن حاجته كمان يكونه ويعبيه ويروح يبيعه في الأسواق. هجوم رهيب جدا، مشهد كان مميز جدا في العصر الفاطمي، مشهد كعك العيد ده، ولغاية بزوغ الشمس وخروج الخليفة الفاطمي لأداء صلاة العيد. مشهد مهم ومميز جدا في القاهرة الفاطمية. واستمر مسألة الكعك وارتباط الدولة بتوزيع الكعك حتى في العصور اللاحقة على العصر الفاطمي، زي بقى العصر الأيوبي والمملوكي، وبقى كمان يدخل في المسؤولية دي الأوقاف، حاجة اعتبرت من أبواب الصدقات، مسألة توزيع الكعك بالمجان على المدارس والكتاتيب. يعني اشتهرت مثلا مدرسة الأميرة تطر الحجازية في الجمالية بكميات الكعك اللي كانت تتوزع على المدرسين والتلاميذ وعلى دور الأيتام وغيره وغيره. مسألة مهمة جدا، ولسه حتى وقتنا هذا كلنا حريصين على اننا نحيي هذا التقليد الجميل وكلنا ناكل كحك العيد. صحيح احنا بقينا نجيبه بفلوسنا دلوقتي، ما عادش حد بيديهولنا فور فري. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.